عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة اليوم الرابع من كورس الإنجليزي. بحب أفكركم بده ده كورس إنجليزي فيه كل حاجة أنت محتاجها عشان توصل لدرجة A1 في اللغة الإنجليزية. نراجع بسرعة على الحاجات اللي فاتت. عايزك تقولي 5 جمل في زمن المضارع البسيط وتحاول تستخدم الكلمات اللي خدناها في الدرس اللي فات. بعدين عاوزك تقولي معنى يغني، معنى طبيب، معنى أطفال. عاوزك تعد من 1 ل10 بالإنجليزي. النهاردة هنشرح المضارع المستمر. فكركم تاني بالأزمنة. احنا عندنا 3 أزمنة: مضارع وماضي ومستقبل، وعندنا في المضارع والماضي والمستقبل بسيط ومستمر وتام مستمر. استخدامات المضارع المستمر مش البسيط، دي غلطة بعتذر. حاجة بتحصل دلوقتي، أنا دلوقتي بدرس لكم أو بشرح لكم، يبقى I am teaching now. لو أنا بدرس في العموم تبقى I teach، مش هينفع استخدم now، وهتبقى في المضارع البسيط لأنها هتبقى بتدل على عادة أو حقيقة. ولكن مادام أنا بعملها حاجة دلوقتي، بعملها حالا في الوقت الحالي، تبقى دي في المضارع المستمر. كمان ممكن تستخدم المضارع المستمر في حاجة بتحصل بالتدريج، هي حاجة ماشية. The climate is changing. الجو بيتغير من قبل كده وبيتغير دلوقتي وهيتغير، بس هو على طول في حالة تغير ما بيوقفش. تركيب الجملة في المضارع البسيط بيكون عامل ازاي؟ I بتاخد am، he و she و it بياخدوا is، we و you و they بياخدوا are، وبعدين الفعل اللي بيجي بعد am و is و are بنحط في آخره ing. وهنا تاني عشان نفرق بين المضارع المستمر والمضارع البسيط، لو قلت I am a teacher يبقى دي مضارع بسيط. لو قلت I am teaching English تبقى دي مضارع مستمر. طيب عرفت منين ان دي بسيط ودي مستمر؟ المستمر لازم يبقى فيه ضمير وفيه am و is و are، والفعل لازم يكون فيه ing. في المثال بتاع I am a teacher مفيش فعل، فتبقى مضارع بسيط مش مستمر. فيلا نقول أمثلة على جمل في المضارع المستمر. I am working in a bank. He is working in a bank. They are working in a bank. هما بيعملوا الحاجات دي دلوقتي حالا. تركيب النفي في المضارع المستمر، معلش هي البسيط دي موجودة، دي غلطة، احنا بنشرح في المستمر. he she it بياخدوا is وبعدين not وبعدين الفعل في آخره ing برضو. he is not working in a bank، هو مش شغال في البنك حاليا. I am زائد not زائد الفعل آخره ing. I am not working in a bank، أنا مش شغال في بنك حاليا. You are not working in a bank، أنت مش شغال في بنك حاليا في اللحظة دي. السؤال بنحط am و is و are زائد الفعل زائد ing. Is he working؟ Am I working؟ Are you working؟ الكلمات اللي لو لقيتها تعرف ان الجملة دي او السؤال ده في المضارع المستمر: now الآن، currently حاليا، at the moment في هذه اللحظة، still لسه، this day week month Sunday Saturday، this هذا الشهر، هذا الأسبوع، هذا السبت، هذا المساء. كل الحاجات دي بتدل على انها بتحصل دلوقتي. الكلمات: run يجري، I am running أنا أجري. good دي مش فعل ومش اسم، دي صفة. this coffee is good هذه القهوة جيدة. coffee قهوة اسم. he is drinking coffee هو يشرب القهوة. bad صفة. this tea is bad هذا الشاي سيء. tea اسم. she is making tea هي تعمل شاي وتي اسم. cat قطة. this is a cat هذه قطة. sit يجلس، I am sitting on the chair أنا أجلس على الكرسي. وsit فعل. chair اسم معناه كرسي، I am sitting on the chair أنا أجلس على الكرسي. on أداة،
I am sitting on the chair. أنا أجلس على الكرسي. فon يعني على. ونكمل في الكلمات. هناخد الألوان النهاردة. red يعني أحمر، blue يعني أزرق، green يعني أخضر، yellow يعني أصفر، black يعني أسود، white يعني أبيض. مرة كمان. red أحمر، blue أزرق، green أخضر، yellow أصفر، black أسود، white أبيض. يلا نكون 5 جمل في زمن المضارع المستمر. وعاوزك تقول لي يعني ايه احمر، يعني ايه يجري، يعني ايه كرسي، يعني ايه على، ويعني ايه ازرق. النصيحة: اغلط. ما تخافش انك تغلط، فما تعملش الحاجة. لما هتغلط مخك هيعرف ان انت غلطت، وهيجي المرة الجاية يعدل من الغلط. ولكن انك تستنى انك تكون عارف الحاجة 100% وبعدين تجربها، ده هيضيع منك وقت. وكمان لما تيجي تجربها برضه هتغلط. فتغلط دلوقتي احسن ما تغلط بعد شهر. كمان لما تغلط دلوقتي بعد شهر هتكون اكيد احسن، لانك اوريدي غلطت، وهتكون احسن المرة الجاية. الواجب: اعمل 5 جمل في المضارع المستمر. اسمع الاوديو من البريتش كونسل، ببقى سايب اللينك في الديسكريبشن. واسألني اي سؤال لو عندك اي سؤال، سواء في الكومنتات او على الماسنجر او الواتساب للرقم معايا، او على الانستجرام. فانا موجود في كل وقت. اتمنى تكونوا استفدتوا، واشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.